الجيش الملكي يلعب نقف جميعا لقراءة صورة الفتح. كانت هذه زين الدين الدراك لربيع حرمات استلام الكرة في خط الدفاع لحاتم يلعبها للامام. زين الدين الدراك، شوف رؤيه هذا الفتى للملعب، تعود الكره من جديد لفريق الجيش الملكي. ربيع حرمات لعب الارتكاز رضا سليم عنده مفيد الرضا ومفيد الرضا سليم من الجهه اليمنى. بونفاسيلا اللاعب الايفواري يقوم بعمل كبير من الجهه مناصري فريق الجيش الملكي. قدموا كل شيء من اجل ناديهم. هذا رضا سليم، الحكم يقدمه في هذه المباراة ضربة خطأ لفريق الجيش الملكي. نقل الخطورة في منطقة الجزاء والتدخل من دفاع فريق المغرب الفاسي. كريم الهاشمي المهاجم وأول من يدافع في فريق المغرب الفاسي وعدد من اللاعبين الكبار. كرة من زكريا فاتي من الجهة اليسرى لفريق الجيش الملكي يتحصل على ضربة زاوية لفريقه. تلعب كرة لفريق الجيش الملكي، كرة للجيش الملكي، فرصة ضربة جزاء. قلتكم لما يكون المجهود الفردي ولما يكون الاجتهاد اعتمادا على المهارة، فريق الجيش الملكي يتحصل على ضربة جزاء مرمى الكاب فيردياني. كرة تسدد، جول للجيش الملكي. Our history forces us to be. تاريخه يدفع دائما لكي يكون في القمة، لكي يكون زعيما، وهو يتصدر القمة في هذه المباراة ويصل لتسجيل الهدف الأول ما يشفع عليها بأن تصنف قمة. كرة من الطرف الأيمن وعمل كبير مجددا. ياسين رامي أصبح أكثر في التماس لفريق الجيش الملكي. كرة للأصفار، زين الدين، أي تمريرة يا سلام، أي تمريرة هذه من عالم آخر لرضا. رضا والحكم يقول له يا رضا يلا يا ولدي واصل المباراة. التدخل ممتاز جدا من بورغاس. الحكم يأمر ويمنح الأفضلية لفريق المغرب الفاسي، يمنح الامتياز. كرة لكريم الهاشمي الكنترول محاصر بثلاثة أربعة لاعبين. تصل كرة لبونفا سيلا. صعود مجموعة من اللاعبين طوال القامة لاعبي المغرب الفاسي يبحثون عن استغلالها للوصول ولتعديل النتيجة في هذه المباراة. تلعب كرة من الجناتي وانور ترخاتي يدخل صوت جديد هذه المباراة في منطقة الجزاء. كرة لفريق المغرب الفاسي، الخطورة مساوية في القائمة الثاني والتدخل من جديد من دفاع فريق الجيش الملكي. كرة من الجناتي تتحول في رضا والتدخل من عالي المقام عبد العالي محمدي يبعد الخطأ. بديل في هذه المباراة لما انتقل من فريق الدفاع الحسني الشديدي. تنطلق الجولة الثانية من هذا القمة. محمد علي بن معمر يلعب كورتنا، يبحث على 3 نقاط ستكون مهمة جدا له في مساره في البطولة الوطنية. كرة من رضا سليم في منطقة الجزاء وتدخل دفاع فريق المغرب في الجولة الأولى في هذه المباراة فريق المغرب الفاسي، لكن غادر الجولة الأولى مكرها مصابا. كرة من جديد كريم الهاشمي، كريم يلعبها للبدوي البحث عن انطلاقة أيوب الودراسي هنا في الملعب البلدي بمدينة القنيطرة الذي يحتضن هذه المباراة. الجيش الملكي يراهن على 2 أهدافه. المغرب الفاسي يصر على الوصول لهدف التعادل، ومن سيتمكن من تحقيق أهدافه في هذه المواجهة. كرة من جالس أنور ترخات في منطقة الجزاء لفريق الجيش الملكي بإمكانه من رضا سليم. زين الدين
المجموعة التي ينقل الخطر لمنطقة جزاء المغرب الفاسي. رضا في منطقة الجزاء والتدخل من دفاع المغرب الفاسي. دياكيتي لحاتم الصوابي والصواب كان من دفاع المغرب الفاسي، والتدخل وضربة مرمى للحارس عبد العالي محمدي يد حاتم الصوابي. رفيلات خاصة من لاعبين فريق الجيش الملكي. لازم اننا نبحث عن اللاعبين طوال القائمة بعض الاحيان نقدر نوصل خط دفاع وجميل مفيد في منطقة الجزاء. والتدخل البدوي وتدخل بعي بعد سنوات او بعد عفوا التحول السريع لفريق المغرب الفاسي نحو ايوب الودراسي من جريسر الودراسي يتقدم بالنهار يحاول يمر والحكم يمنح الامتياز. ما زال الكره لفريق المغرب الفاسي، لكن التدخل الجيش الملكي علامه مميزه في البطوله الوطنيه هذه السنه. يقول لك الجيش الملكي ضغطت عليه شويه الامور اليوم، يوم اربعاء، يوم شغل، يوم عمل. تجد هذا التنقل الكبير المراسل الجيش الملكي. الحكم يتحول للفار لمتابعه ما حدث بالضبط في الكره الماضيه. هل الامر كان يستدعي الاعلان عن ضربه جزاء او لا؟ الاعاده بادق التفاصيل ما حدث في الكره الماضيه. رضا سليم وتدخل مدافع فريق المغرب الفاسي، والحكم يامر بمواصله اللعب وسيتخذ قرار يناسب طبيعه الحاله وما جرى في الكره الماضيه. جلال جيد يعود الى ارضيه الملعب يقول ضربه جزاء لفريق الجيش الملكي. تالي بهذه الطريقه هنا التدخل اللي خلى الحكم وانه يعلن عن ضربة جزاء لفريق الجيش. سليم رضا كل الرضا يا رضا ثاني هدف فريق الجيش الملكي. وتشتعل المدرجات جنونا، تشتعل صخبا، تشتعل دعما غير مشروط، تشتعل فرحة يصعب وصفها، يصعب التعليق عليها. الصورة والمشهد أمامكم. رضا سليم يتمكن من تسديد الكرة بشكل وبداء خاص لهذا الفتى الذي كان وراء الهدف الأول. تحصل على ضربة صعود تمثيلية محترمة جدا من لاعبي المغرب الفاسي، من سيعتني القمة ومن سيتمكن من بلوغ الهدف للجيش من المغرب الفاسي. من الحلول المتاحة من الماس هي الكرة الثالثة. جناتي ونقل الخطورة في منطقة جزاء فريق الجيش الملكي. الجناتي يلعبها الجناتي وتدخل بعيد. خطأ لفريق المغرب الفاسي. كرة ثابتة تسدد ما مشاتش بعيد. الملكي والمغرب الفاسي. الجيش متقدم في النتيجة بهدفين مقابل شيء. التحول من جديد عبر البدوي في منطقة الجزاء والتدخل جدا. من جديد من ايوب الودراسي لازال يبحث عن ذاته، لازال يبحث عن تحرير رفاقه في هذه المباراة. وانور ترخات في المتابعة. معود يطالب بمواصلة اللاعب يوسف أجردوم بونفا والمتابعة من دفاع فريق كل فيه ولا شيء. من جديد لفريق الجيش الملكي يتحول السريع لآدم النفاتي. آدم الفاسي يحاول تنويع هجماته ويحاول البحث عن المعابر لإيصال الكرات للاعبي خط هجومه للجناتي والودراسي، ومعهم كريم الهاشمي الأكثر تحررا رفقة البدوي. كرة مساوية واللعب من الطرف الايسر ايوب الودراسي يحاول يحاول يراوغ يلعبها في منطقه الجزاء. دم يبحث على متحل من رقابه امكانيه التسديده من الملكي. كره للامام نحو كريم الزاويه للماس، والكره لفريق المغرب الفاسي عبر الجناتي ينقل الكرة وينقل معها الخطر في منطقة الجزاء. والتدخل من الشوني. تعود من جديد لفريق المغرب الفاسي طارق الساتي في منطقة الجزاء، والتدخل من دفاع الجيش الملكي.
فريق المغرب الفارسي من الجالي من استخلاص الكره من دون خطا، تتحول من الشاوني صبوني والتغطيه من كريم الهاشمي لتنتهي المباراه بتفوق فريق الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف واحد. هنيئا